النهارده جاي اعمل لكم ريفيو عن اقلام ستيدلر الهاي كوبي وسعرها هقوله لكم في اخر الفيديو. مبدئيا كده جربتهم في لوح وسكتشات وبجد الاداء بتاعهم صدمني، بالذات ان سعرها برخص التراب. وهوريكم الفرق بين الهاي كوبي والاوريجينال. طبعا احنا بنتحكم في التون بتاع القلم، لكن انا هنا جربت التونات اصلا مره واحده على طول عشان اشوف ادائها عامل ازاي في اللوحه، وجربتها في سكتشات برده كانت حلوه جدا. دي درجات الاقلام وهي الصيني، ده الهاي كوبي بتاع الستيدلر. العلبه بتفتح كده. طبعا اللي قوي الملاحظه جدا هو اللي هيلاحظ ايه الفرق بينها وبين الاصلي. هوريكم دلوقتي ال 3 بي معايا من الاصلي وال 3 بي من هنا. ده الاصلي وده الهاي كوبي. الفرق ما بينهم درجه لون، وغالبا الكتابه هنا ممسوحه بس حاسس ان هي اصغر سنه، بس هو القلم طبعا انا مخلصه يعني. كمان هنا بصوا درجه اصلا الخشب ذات نفسه، الخشب هنا اغمق من هنا. لكن لو وريتكم الاداء هتلاقوا ان الاداء تقريبا بنسبه 90% واحد. الفرق كمان بينهم ان الهاي كوبي صيني والاوريجينال الماني.